الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيء مدارج unable to reach 2,200 feet. There are two boats. I'm going to join them left side heading 180. Can you call them please? أنا هو اللي دورته. دروا. يلا سي صحيح. ترى لك خد بالك، حضر روحك يا شكري حضر روحك. أنا حاضر. On touche la mer. وهذا كان التسجيل الصوتي اللي باش يتسبب في الحكم على الطيار التونسي شفيق الغربي ب10 سنوات سجن. شنو ما اسباب هالحكم القاسي؟ شنو هو اللي صار؟ وشنو ما كواليس الرحله اللي تحولت لكابوس؟ على هيك كان تحب تعرف الاجابات الصحيحه، ما عليك كان تبعنا. اليوم باش تبدا حكايتنا نهار 6 أوت 2005 في مطار مدينة باري اللي تقع جنوب إيطاليا. باش يشهد المطار وصول الطائرة التونسية القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي يقودها الطيار ذو الخبرة العسكرية شفيق الغربي والمساعد شكري الحرباوي، ويرافقهم زوز من طاقم الرحلة. كانت مهمتهم تتمثل في الوصول إلى مطار باري ومن ثم حمل الركاب والعودة إلى مطار جربة التونسية. ومع انتهاء المرحلة الأولى والوصول بسلام قام الطيار والمساعد بعمل الفحص الروتيني لمعرفة مدى جاهزية الطائرة، ومع انتهاء الفحص أعطاه الضوء الأخضر لبدء بعملية صعود الركاب اللي كان عددهم 35، 34 راكب من الجنسية الإيطالية وراكب وحيد من الجنسية التونسية. ومع صعود آخر راكب وإغلاق الأبواب طلقت الرحلة عدد 11:53 في اتجاه مدينة جرب. كانت بداية السفرة بداية هادئة، لكن للطاقم وللركاب كان في علمهم أنه هذا هو الهدوء ما قبل العاصفة. بما أنه وبعد 50 دقيقة فقط من الإقلاع وبصفة فجائية باش يتوقف المحرك رقم 1 عن العمل. في وسط هالظهور وبعد مرور 2 دقائق من العطب الأول باش يزيد يتوقف المحرك رقم 2 دون معرفة الأسباب الرئيسية للمشكل. سكت الموتور الأولاني. والموتور الثاني مازال صارت له إيسانس. تقريبا 111 ثانية. 111 ثانية. علاش؟ خاطر المحرك الأول هو اللي يخدم الأول وعنده الريزيرفوار نتاعو. واضح. الموتور الثاني هو اللي يخدم الثاني، دونك فما الوقت فما ديكالاج صغير بيناتهم، دونك سكت بعد. اي ما عندك حتى انديكاسيون شنو ما تعرفش شنو هي البان. وبيان سور كي يسكتوا زوج موتورات ما عاد عندك حتى انرجي هيدروليك الكتريك البريسيوريزاسيون. بعد فقدان السيطرة كليا على الطائرة وبقى كان حل واحد وهو النزول الاضطراري. على هيك قام الطيار بالاتصال بأقرب برج مراقبة اللي كان يقع في مطار مدينة باليرمو. كان طاقم الرحلة يجهل أسباب العطب، الشيء اللي خلى الطيار شفيق الغربي يقوم ببعض الحسابات غادي وين اكتشف إمكانية عدم وصوله إلى مهبط الطائرة، ولنا خير القيام بنزول اضطراري على سطح المياه في محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وهكا تكون البداية لتحدي صعيب، بما أنه حتى في حصص المحاكاة لا وجود لوضعية النزول على المياه بدون اشتغال المحركين. في الصيف عندهم بلاج جوست بحذا البوت بيست معناها، وفما باركينج نتاع كراب عادة يبدا معبي معناها. معناها سي جالي تونتي معناها باش نمشي معناها فما ريسك كبير ياسر باش ما نلحقش معناها، حتى بالحساب صعيب باش نلحق. إذا كان باش نمشي غادي وما نلحقش ساسرا ان كاتاستروف كبيرة ياسر، باش تهبط كسوا في البلاج كسوا في الباركينج وكراه بويسونس معناها واحد معناها سي اون كاتاستروف كبيره. الخلالات اللي موجودين معناها ما فماش اميريساج بزوز موتورات ساكتين، على الاقل فما موتور معناها يخدم ولا فما معناها فهمت. ومع مشاهدة طيار لقوارب سايت قريبة من الموقع متاعو قرر البدء في عملية الهبوط اللي ما دامتش لحظات قبل اصطدام الطائرة بسطح المياه والانقسام إلى 3 أجزاء. يعتبر الهبوط ناجح نسبيا بما أنه 11 راكب تعرضوا للإصابة و16 راكب ماتوا من أصل 35. كان الطيار شفيق الغربي من بين المصابين اللي باش يتم نقلهم للمستشفى وين باش يقضي 15 يوم. ومع انتهاء الفترة باش تبدا المفاجآت بالنسبة ليه، بما أنه اكتشف العطب المسبب للحادث اللي كان عطب على مستوى عدد الوقود اللي كان يظهر الخزان محمل بالكمية اللازمة من وقود الطائرات، في حين أنه في الحقيقة فارغ تماما، ويعود ذلك إلى خطأ في تركيب عداد يتماشى مع سعة الطائرة. جوستومون في البانساج لهنا فما كيما في السيارة نتاعك وقت توصل كمية معينة مش تشعل لك أنبوبة تقول لك راهو مازال ما يمشيك 50 60 كيلومتر. أنت الماكينة تقول لك اللي لا الجوج معناتها الانديكاتور
ديجيتال يقول لك اللي انت عندك تورناتا و800 وانت فوزات اساك وانت شايح ماشي بالضبط. ما حد شيء. خاطر الشذوذ تاع الطياره اصغر من الطياره هذيك. واللي زاد كمل غلطك هو وانه بعد اللي سكت الموتور الاولاني سكت الموتور الثاني، كيف عاود ديماريت عاود ريديمار الموتور الاخر اللي ما عندك حتى انديكاسيون تاع اي بان. وامام هذا العطب اللي لا دخل للطيار به، قامت السلطات الايطاليه باعتبار انه هذا الاخير دخل في حاله هستيريه، وتم تعليل هذا الاتهام انه ذكر الله في بدايه السقوط، ولم يرغبوا في تصديق ان المسلم يعتمد على الله في مواقف الضعف. درش خلي بسم الله الرحمن الرحيم. جنب الاستاج كيفاش يا رب يطف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكا باش يتم الحكم على الطيار شفيق الغربي في مرحلة أولى ب10 سنوات سجن بتهمة الإهمال، اللي في مرحلة ثانية باش يتم الحكم العقوبة إلى 6 سنوات و10 أشهر، لكن الطيار خير عدم الدخول مجددا إلى التراب الإيطالي وعدم تمضية العقوبة السجنية اللي كانت قاسية في نظره. صدرت فيك أحكام ثقيلة جدا عمرها ما صارت في تاريخ اللي عمرها ما صارت في تاريخ الطيران. في مرحلة ثانية قامت قناة ناسيونال جيوغرافي بعمل تحقيق استقصائي حول الحادث، لكن عمدوا تغييب الجانب التونسي. وفي النهاية ورغم هذا الحادث المأساوي فإنه تبقى الطائرة أأمن وسيلة نقل، لكن هل ستنتهي هذه الحوادث؟ على هيك للقصة بقية.